يا صباح الفل، تعالوا بينا النهارده نحضر اللانش بوكس بتاع روضه واللانش بوكس بتاع مكه. والنهارده تحضير اللانش بوكس مختلف جدا وهتعرفوا دلوقتي ليه. نفتح اللانش بوكسات الاول. تعالوا بقى نشوف هنحط فيه ايه، والنهارده الاكل مختلف جدا. الاكل بتاعنا النهارده رز بسمتي، طبعا اول مره احطه في اللانش بوكس. وايه تاني؟ وبانيه اللي هو الكريسبي ده. هحكي لكم دلوقتي قصه الرز البسمتي والبانيه. تعالوا بقى واحنا بنغرف. امبارح البنات كانش ليهم نفسي نعمل اكل في البيت خالص، فكان في مطعم جديد فاتح عندنا في المنطقه، فكانوا نفسهم ان هم يجربوه، فطلبنا منه 3 وجبات اللي هو رز البسمتي والكريسبي ده. اولا جالنا بانيه، احنا ما طلبناش بانيه وجالنا بانيه، فاتصلنا بالمطعم فقلنا له يا فندم احنا طلبنا فراخ مش بانيه، ما طلبناش يعني اللي هو البانيه. فراح قال لنا ايه متاسف يا فندم وكده، تمام خلاص هعمل لكم غيره. فجه بقى وهو بيعمل غيره، هو طبعا احنا واخدين 3 وجبات فهو عمل لنا ايه وجبه واحده بس. بعد طول المناقشات وبعد الكلام الكتير اللي انا قعدت اتناقش معاهم فيه، قلت له يا فندم احنا واخدين منك ده البانيه اللي احنا جايبينه، احنا واخدين منك 3 وجبات، ازاي هناخد وجبه واحده؟ يعني احنا ناكل عيله والباقي يبص عليها مثلا؟ روضه انت عايزين قطعتين ولا 3 قطع بانيه؟ لا ولا زيها يا ماما. قطعتين تمام. فقلت له ازاي يعني هناخد وجبه واحده وكده؟ فانا كنت ممكن اصور، انا يوتيوبر وكنت ممكن اصور الاكل اللي جاي لي واوري الناس المنظر اللي جالي الاكل والاوردر، انا طلبته حاجه وجالي حاجه تانية، وكان في يعني وجبات تانية انا طلبتها بصراحه ما كانتش لها طعم خالص، مع ان المطعم لسه فاتح ما بقولوش 4 ايام، المفروض يبقى اعلى الجوده، لا بصراحه ما عجبنيش خالص. فانا ما بحبش اذي حد في اكل عيشه يا فندم وكده. فقلت له يا فندم خلاص ازاي حضرتك انت هتديني وجبه واحده يعني، واحنا طالبين 3 وجبات، ويعني ناكل عيله والباقي يبص عليها مثلا ولا ايه؟ مش فاهمه يا فندم، لان الوجبه الواحده مش هتقضي ان ما شاء الله 4 اطفال ياكلوا منهم. فراح ردوا عليا يعني خلاص يا فندم، طب احنا من حضرتك ما قلتيش لما جيتي اشتكيتي ان 3 وجبات؟ قلت له يا فندم قدامك الاوردر طالع 3 وجبات، كلمه من هنا كلمه من هنا. قلت له خلاص يا فندم احنا متاسفين لحضرتك، احنا هنرجع الاوردر كله، وقلت بقى احنا نشتري لهم بيتزا ولا نشتري لهم اي حاجه تانية. فراح ايه بعديها بشويه كده مفيش 5 دقايق لقيته بيتصل بيا، قال لي يا فندم احنا متاسفين لحضرتك جدا وخلاص تمام الاوردر اتعمل لحضرتك، الاوردر اتعمل لحضرتك ونسلمه لحضرتك. قلت له يا فندم مش حضرتك قلت لي انت عامل وجبه واحده واحنا عايزين 3 وجبات؟ احنا حطينا هنا الروضه بلحايه واحده وعنب ومكه قصدي عنب وبلحتين، نحط دي هنا عشان المكه نحط لها ايه كاتشب، هحط لها ورقه الكاتشب دي هي اللي فاضت الوحيده بس. فلقيته يا فندم قال لي احنا متاسفين لحضرتك. قلت له يا فندم كمان انا كنت طالبه ساندوتش برده كريسبي، الساندوتش جالي الكريسبي بتاعه ناشف جدا، مفيش فراخ اصلا، الفراخ ناشفه جدا فمش حلوه خالص بس. فتاسف لي قال لي احنا اسفين يا فندم لحضرتك. استنوا نسيت ان انا احط لهم المعالي وروضه عايزه موزه. قالوا لي يا فندم انا متاسفين لحضرتك ان احنا حصل كده واحنا اسفين جدا جدا وبس. فخلاص تمام الاوردر اتعمل لك 3 وجبات طب ليه من الاول؟ طب يعني لو انا ما كنتش قلت ده انا يوتيوبر، انا بقول من غير اي قصد والله العظيم ولا قصد اي حاجه خالص، لو انا ما كنتش قلت ان انا يوتيوبر ما كانش الاوردر هيجي لي. هحط لهم معلقه لان انا نسيت احط لهم المعالق، واحط كمان لمكه معلقه، ما كانش هيجولي 3 وجبات. ومتاسفين لحضرتك والوجبات اللي جات لك احنا مش هنستلمها، دي هديه مننا لحضرتك واحنا متاسفين لحضرتك يا فندم، والشكاوي دي ان شاء الله هيتم تعديلها والكلام ده. بس انا حبيت اوضح لكم ايه اللي خلاني ان انا احط لهم في اللانش بوكس الرز البسمتي والبانيه. قالوا لي ماما خلاص خليها لتاني يوم ناخدها معانا في المدرسه. وبس كده احنا حضرنا اللانش بوكسات بتاعتنا. روضه حطيت لها موز وبلح وعنب، ومكه عنب وبلح وكاتشب. تعالوا بقى نجيبوا الازاز، طبعا احنا محضرينها من امبارح.
وادي كمان الازاز جاهزه معانا. وكده خلاص احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. قولوا لي بقى رايكم تحت في الكومنتات في اللانش بوكس بتاعنا النهارده، وعايزاكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات هل انا اتصرفت صح في الموقف ده ولا اتصرفت غلط. وقبل ما اختم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان مش هكبر الا بيكم انتوا، واقول لكم سلام.